ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. مولودية محاولة جو كلود واضح تماما، مركزين مع فان دام. ترجع كرة جزائرية من خلال 17 بوخلدة طويلة، كرة خطيرة شاب المولودية يمر سالم بن فرحات عرضية 1-0 الشبكة يا ولد الشبكة عن طريق اناتوف 1-0 يتقدم الفريق العاصمي 1-0. تحركت الشباك في كرة أولى ضربة الدفاع السوداني وسط غلطة وباتا زيزو يمرر ويسجل مسلم اناتوف. تغيرت في النتيجة وفرحة عشاق الشناوة بهدف الأسبقية 1-0 يتقدم الفريق الجزائري 1-0. شوف اللعابة، شوف الكرة الطويلة اللي ضربت الدفاع مع انطلاقة فرحات يمر من الحارس ويقدم الهدية لتجد اناتوف يضع كرة في الشبكة مسجلا هدف التقدم. النتيجة تغيرت يا سادة، النتيجة أصبحت 1-0 للمولودية. مولودية الآن بهذه الكرة خلاص اشتعلت المدرجات في استاد علي عمار ولعت ويش يطفيها. شوفوا زيزو فرحات العرضية يحسب متابعة مسلم اناتوف، يسجل اوسيمين الجزائر، يسجل مبابي شناوة 1-0 اسبقية المولودية. غلطة كبيرة من الدفاع وخلة من صلاح للغربال والدفاع الجزائري. كرة تعود جزائرية، هنا الخطورة شهرتين بينية من شهرتين، فرصة الثاني والثاني الهدف الثاني. كي جول زيزو، كي جول هدف رائع عن طريق فرحات يا فرحات، والكرة الثانية في شبكة الهلال. فرحات يا فرحات المولودية، فرحات مبهاها كرة فرحات في الشبكة واتاها الكرة الثانية. هدف رائع بصراحة، هدف رائع، هدف جميل يعني فانتاستيك فورميدابل. هدف من زيزو من خارج المنطقة يصنف بالاهداف الاروع والاجمل في دوري ابطال افريقيا. فرحات يوسع الضربة الثانية للهلال. شوف الكرة مررت لسالم بن فرحات، السلام وفي البعيدة يثبت مسجلا ثاني اهداف الشناوة 2-0. الشناوة في الشوط الاول اروع واجمل سيناريو لموكوينا ان ينهي الشوط بهذه النتيجة. مع بداية المباراة هدف ومع نهاية الشوط هدف 2-0. اجمل شوط واروع شوط للمولودية 2-0. الفريق السوداني الهلال لم يظهر بصورة الهلال اللي تألق امام الصن داونز. إيريك ودراوغو لصلاح عادل، صلاح عادل ينقل كرة الصميدان، كرة من قمر الدين 1-2 بينية ممتازة وانطلاقة فيها وجول. الفريق السوداني يقلص الفارق. الهلال التسجيل للهلال عادة وليس استثناء، دائما يسجل حتى في اصعب الهدف يمضى الموريتاني يقول لم تنتهي بعد. احمد سالم مبارك شوفوا ال1-2 قمر الدين البينية والاستلام من سالم مبارك وكرة مباركة 2-1. الهلال يقلص الفارق والدقائق القادمة نارية. النتيجة الآن 2-1. الهلال يرفض الاستسلام، لا يرفع الراية البيضاء.